بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله. السيد الدكتور رئيس المجلس، السادة أعضاء المجلس الموقر، بداية نقدم العزاء لشعب مصر كله. حاولت وأنا جالس الآن أن أجمع بعض الكلمات في ذاكرتي لأتكلم إليكم، فصدقوني القول لم أتمكن. فالقول إنني حزين لا تكفي، والقول إنني أقول إنني مختنق لا تكفي. أحد الفضائيات بالأمس قالت: أين رئيس وزارة؟ رئيس وزارة لم يخلع ملابسه من الأمس. رئيس وزارة كان عليه أن يتصل بكل أجهزة الدولة، بدءا من المؤسسة العسكرية إلى وزارة الداخلية إلى الصحة إلى حتى أضمن أن ما بقى حيا يعود إلى القاهرة سليما. تابعت كيف بقوا في الملعب وكيف أحيطوا ليبقوا أحياء، كيف انتقلوا إلى القطار، كيف أمن القطار حتى القاهرة، وكان هذا في الساعة 2 صباحا. أقول لن أنحاز الآن لأتكلم عن الداخلية وعن أهل بورسعيد الأعزاء ولا شعب مصر. صدقوني كمواطن مصري أن ما يحاكى لمصر لن أكثر بكثير من أن نختلف. لن يتحقق أبدا الشارع المصري بأمنه إذا اتفقتم جميعا رغم كل التيارات وكل الأحزاب وكل المستقلين. نحن في حاجة إلى وقفة، إلى اتحاد. لأن كيف يحدث ما حدث في بورسعيد وفي إسنا وفي الضبعة وفي إنا وفي الأليوبية في وقت واحد والهتاف واحد، الكلمات 1 2 فلان فين، ثم كذا كذا حرام، فلان كذا كذا. الثورة في 25 يناير أمر لا يختلف عليه أحد. الكل سعيد، الشاب سعيد، الشيخ سعيد لأنه لحق هذا الجمال وهذا الحب. ألا نتكاتف؟ كيف يمكن لمصر أن تسير وتحقق ما يسمى بالعدالة الاجتماعية والإنتاج متوقف؟ أنا وقفت لأن التحقيقات ستثبت كل شيء، وفي خلال أيام، ولن أطيل في أمور قد نتفق عليها أو نختلف، ولكن وقفت لأقول لكم أننا اتخذنا قرارات ستعالج مشكلة أمس، ولكن قرارات أخرى ستأتي غدا وبعد غد. القرار الأول قبول استقالة محافظ بورسعيد. القرار الثاني إيقاف كل من مدير أمن بورسعيد ومدير مباحث بورسعيد وإحالتهم للتحقيق. القرار الثالث إقالة رئيس وأعضاء مجلس اتحاد الكرة من اليوم وإحالتهم للتحقيق أيضا، لنسأل لماذا قومت هذه المباراة. أستاذ أمين اسكندر اجلس. يا أستاذ أمين اسكندر. أستاذ سعد عبود، سعد عبود لو تحدثت. سعد عبود، يا أستاذ سعد عبود. أمين اسكندر، يا أستاذ سعد عبود. أمين اسكندر، أطالب الأستاذ سعد عبود بالتوقف عن الكلمة. أستاذ طارق سباق، آمرك بالتوقف عن الكلام، وإلا طلبت من المجلس قرارا آخر. لا أريد فوضى في الجلسة. لا تقاطع رئيس الوزراء. يا سيد، هناك نظام وهناك لائحة أقسمتم عليها.
أنتم نواب محترمون، أنتم برلمان الثورة، فلنكن جميعا عند المسؤولية، نستمع. وهناك بعد أن ينتهي رئيس الوزراء من كلمته قولوا ما تشاءون، لكن هذه المقاطعات لا ينبغي لكم كنواب الشعب أن يكون هذا سلوكنا. تفضل معالي رئيس الوزراء. قلت ما أحببت أن أقوله، ولكن أقول للإخوة الذين وقفوا ليقولوا إنني مسؤول، فإنني مسؤول ومستعد لأن أقابل أي أحد وأي أجهاز وأي مؤسسة لتحاسبني، لأن أنا أعلم أنني مسؤول سياسيا، ومسؤوليتي السياسية هي التي أبقت علي بالأمس حتى اليوم دون أن أخلع ملابسي من أجل هذا الشعب. أي مسؤولية ليأتي لرجل كان رئيس الوزراء منذ 15 عاما وخرج والشعب يحبه حتى اليوم. أي مكسب لي أن أعود؟ ولماذا أعود وأنا أعلم أن الوضع في أشد السوء اقتصاديا وأمنيا، ويأتي الآن يقول هذا الرجل مسؤول على ماذا؟ هل هذا الرجل هو الذي أخلى وأخلى بالأمن؟ هل هو الذي أخلى بالإعلام الذي يعمل أكثر مما أي دولة معادية لمصر؟ هل هو الذي أخلى بالأخلاقيات؟ أي مسؤولية لرجل جاء في هذا العمر ليحمل هذا الوطن؟ وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. النائب